السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي وبإذن الله. الوصفة ديالنا ديال اليوم إن شاء الله ماسك ديال الخيار وخيزو والنشا ودانون. الوصفة الخطيرة اللي أنا جربتها وعطتني نتيجة. هذا علاش أنا جيت نشاركها معكم عفوا جيت نشاركها معكم. قلت علاش لا ما نشاركش معكم، يعني راه كتصفي الوجه بواحد الطريقة غزالة. انا تبعتها مده دابا شي 3 شهور وعاد قلت نجي نشاركها معكم، يعني ملي لقيت النتيجه وعطاتني نتيجه زوينه قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. عندنا خيزو نغسلو خيزو تكون كبيره، نغسلوها ونحكوها في الحكاكه. كذلك الخيار حتى هو غنغسلوه بالقشره ديالو ونحكوه، من بعد غادي نعصرو بهذه الطريقه بهذا الشكل غير بيديه. نعصر خيزو مزيان، ضروري ما نحك خيزو نخليه واحد 5 دقائق هو والخيار حتى يطلق ليا داك السائل الماء ديالو هكا مزيان، باش غادي نعصرهم هكا باش نحصل على 2 معلقات كبار اولا معلقه ونص اللي كاين. المهم غتعطيكم 2 معلقات، حيت كنعرفوا خيزو كيكون ناشف شويه. الخيار كذلك غادي نعصرو على خيزو صافي، وغنحصل على واحد الماء متجانس صافي هكا، باش غادي انا عاد نضيف ليه النشا ودانون. من بعد ما حصلت على هاد 4 المعالق، يعني جوج غادي ناخد هاد الصفايه وناخد زليفه ولا شي بليصه باش نصفي هذاك العصير ديالهم بجوج، حيتاش خصني نحيد ديك الشوائب لان ملي عصرت كيطيحوا من هذا. المهم حصلت على هاد القياس هذا. غادي نضيف ليه دابا النشا، غنحاول نضيف ليه 2 معلقه ونص حتى ل2 معلقات كبار، وغادي نضيف معلقه ونص ديال دانون مسوس. هذا هو اللي غادي نضيف على هذا الخليط حاليا، حيت مازال غنضيف عليه واحد الاضافه اخيره غنخليوها حتى الاخر ان شاء الله باذن الله. من بعد ما ضفت هاد الاضافه ديال النشا ودانون مسوس غادي نخلط الخليط مزيان. غنحاول نخلطها مزيان 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 حتى تندمج ليا العناصر. ضروري نخلطها مزيان مع التحريك باش تندمج ليا العناصر مزيان مع بعضياتها. من بعد غادي نحاول نقلب بيديا واش ما بقاش عندي داك الكتال وهذا صافي. اذا الماسك ديالي راه واجد،
غادي ان شاء الله دابا غنبقى عليه غير بالتحريك، وغادي نضيف الاضافه الاخيره ان شاء الله باذن الله. هانتوما معايا، وغنضيفوا الاضافه الاخيره ديال الماء ورد. الماء ورد كما كتعرفوا الماورد غني عن التعريف. الماورد يعني الا تبعتيه توا كيحيد لك التجاعيد، كيصفي الوجه، كديريه من بعد لي ماسك، يعني هو زوين. وفي الوصفات يعني حتى هو راه زوين، كيعطي واحد النتيجه. مع هذا الماسك هذا اللي عملنا راه غادي يعطي واحد النتيجه زوينه زوينه زوينه، غير تبعوه راه غادي يعجبكم هذا الماسك. من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان صافي، دابا غادي ناخذ معلقه ديال الماسك وغنضيفها لهاد عفوا معلقه ديال كبيره ديال الماء ورد، وغادي نضيفها لهاد الماسك هذا ديالنا. صافي دابا غادي نحرك مزيان ونخلط الماء ورد مع هاد الماسك، وغادي ناخذ واحد الطويسه. الطويسه هذه كنت خديت فيها نيفيا، ملي كملت ليا غسلتها احتفظت عليها، انا احتاجيتها دابا. غنضيف فيها هاد الماسك هذا ديالنا اللي درنا مع بعضياتنا وغنحطو في الثلاجه. المهم الماسك الفيديو اللي قبل من هذا كنت حطيت لكم الكوماج ديال القهوه. بحال دابا التنين درنا واحد الكوماج ديال القهوه ومصينا وجهنا مزيان، قوميناه وغسلناه. غادي ندير مباشره مع هاد الماسك. مني غندير هاد الماسك غنخليه 15 دقيقه في وجهي فقط، غير 15 دقيقه، ونغسل وجهي غير بالماء بارد. واي كريم مرطب اللي كتبعيه انت ومستعمله كديريه هو اللي ديري. المهم هاد الماسك عنده 3 ايام، 3 ايام فقط. يعني غديريه بحال اليوم غتستعمليه اليوم وتستعمليه غد ليه ولا غد ليه، ونهار الرابع تستعمليه صافي ويترمى. يعني الا درتيه بقات لك شويه غترميه. المهم عنده 3 ايام حتى النهار الرابع فقط. يعني من هذا من جيت نستعملو حتى 5 ايام ولا تيكمل، لا عنده مده 3 ايام حتى النهار 4 ايام. صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد لا غد ليه الاخر، حيت ما غنديرش كوماج القهوه، نغسل وجهي بصابونه عاديه ما فيهاش يعني شي عاديه، غير بصابونه الحجره ديالنا العاديه نغسل بها وجهي وندير الماسك ديالي صافي. ونعاود ديك الساعه ندير شي مرطب ولا ندير الورد. اللي كيدير شي حاجه راه متبعها راه غادي راه عارف. هادشي اللي كاين. والخميس عاوتاني ندير الكوماج القهوه نقومي وجهي ونتبع. المهم هاد الماسك هذا راه رائع رائع، غتجربوه وغتعرفوني علاش كندوي. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش بلي لايك، ما تبخلوش عليا بلي لايك. وان شاء الله دابا نشارك معكم وصفات كثيره باذن الله. خليتكم على خير الى فيديو جديد، وصفه جديده، شي قماج اخر ان شاء الله. في امان الله، بسلام عليكم.